ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده مع المكنه. حلقه النهارده عن قلب النقلات. طيب في الموتو جي بي وحلبات السباق بيقلبوا النقلات. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نبص كده. يعني في الطبيعي ان النقله الاولى لتحت، بعد كده بترفع لفوق مور، بعد كده تاني تالت رابع خامس سادس. ده الطبيعي. في عالم السباقات بقى جوه الحلبه العكس، اول نقله لفوق وبعد كده تنزل لتحت مور، بعد كده تاني تالت رابع خامس سادس. طب اشمعنى قلبينها؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين الاتنين؟ طيب في عالم السباقات كل جزء من ملي ثانيه مهم، عشان كده بيقلبوا النقلات العاليه لتحت لانها في اتجاه الجاذبيه، فده هيخليها تحصل اسرع. يعني لما الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس يبقى في اتجاه الجاذبيه، هيبقى اسرع من ان هو يبقى عكس اتجاه الجاذبيه. ده طبيعي، الجاذبيه هتساعدك. طيب ليه الوضع معكوس في الشارع؟ لان في الشارع الاهم ان انا اعمل انجن بريك، ان انا افرمل، انا مش بجري، انا مش كل جزء من الثانيه في التسارع هو المهم، انا كل جزء من الثانيه في الانجن بريك والفرمله وان انا هدي السرعه هو الاهم عشان اماني. انما في السباق الموضوع معكوس، عشان كده في الشارع النقلات لفوق العاليه والانجن بريك والفرمله، وان انت تقلل النقلات لتحت لانها في اتجاه الجاذبيه، فده المهم بالنسبه لموضوع الشارع. وفي السباق قلنا ليه. طيب انا ممكن اعمل ده في اي موتوسيكل؟ بتعمل ده في اي موتوسيكل. بتروح للميكانيكي بيقلب لك عصايه الفتيس. انا شايفها مناسبه لسواقه الشارع؟ لا. وهيبقى في مشكله تانية، ان انت هتقعد فتره مش متعود، فده ممكن يبوظ لك الفتيس على المدى الطويل. عايز تجربها تعملها اسبوع اسبوعين بس، تاخد بالك وتركز في كل نقله عشان ما تكسرش الفتيس وتبوظه وتبوظ ورق الدبرياج وتروس الفتيس. مفيش مشكله، بس انا شايف ان ملهاش لازمه. هو الصح ان النقلات الواطيه تبقى في اتجاه الجاذبيه في سواقه الشارع، وان النقلات العاليه تبقى في اتجاه الجاذبيه في سواقه الريس. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.